الرز تحت حتى الجمبري هنا بصوا في رز، بسم الله ما شاء الله كميته كبيره. قد ايه؟ شايفين قد ايه السمكه؟ انا اعتقد ان دي ودي يعني ال2 كيلو، الواحده نص كيلو. طب الكلام على ايه؟ الكلام على اول ما سمعت ان بهيج رخص الصينيه، كان الاول بعملها ب1100 بقت ب550 جنيه. صينيه عملاقه، اجيبها ولا ما اجيبهاش؟ اجيبها. واخر اختراعات اللبن الالمازيه، الاتنين مع بعض يا غزل، الاتنين مع بعض. انتوا عارفين بهيج جنبيه بلبن جنبيه وهمي، فقلت اجرب لكم الاتنين مع بعض واقول لكم ايه اخبار الدنيا والاسعار وكل حاجه مع بعض. ويلا بينا نسمي الله ونشوف. خلوا بالكم انا اول مره اجيب من عند بهيج، اول مره يعني اول مره هجرب حاجته معاكم. اللي فيه سلطه وفيه طحينه او شوربه، قلت له ماشي، عايزه سلطه خضراء وعايزه شوربه. وطبعا انتوا عارفين ان في ناس كتير اختلفت عليه وقالوا الاكل زفر والشوربه زفره، ومش واحد بس، مش اللي اقصده اللي دايما بيقول الحاجه زفره، لا اكتر من حد قال ان الشوربه بتاعته مش حلوه. وفي ناس اختلفت عليه وفي ناس اتفقت عليه. هنشوف اهو. ونطلع برضو دي، بسم الله، الألمازية ومعاها معالق كده. بس في ملحوظة هقولها لكم في بلبن ما عجبتنيش، وبرده ملحوظة في بهيج حصلت وما عجبتنيش. هنشوف بس الدنيا مع بعض وهقول لكم على كل حاجة، لان فعلا المتابعين بيبقى معاهم حق في بعض الحاجات. زي ايه؟ زي بيقولوا مثلا هم مثلا عارفين ان انتوا بتصوروا فبيقابلوكوا حلو بلوجرز واليوتيوبر، ان هم مثلا بيديهم بيطلعوا لهم احسن حاجه في احسن معامله وكل حاجه. هحكي لكم ايه اللي حصل النهارده، بس تعالوا نشوف نفتح مع بعض. بصوا اسمها فسفوريكا شيكا بيكا. اسمها ايه؟ فسفوريكا شيكا بيكا. دي الصينيه هو وحجم السمك حلو. وعايزه اقول لكم اول حاجه لفتت انتباهي لما خدت الاوردر ده، كانت ريحته نفاذه، ريحته حلوه، ريحته حلوه. هقول لكم كل حاجه بمنتهى. تعالوا بقى نشوف ايه محتويات الصينيه. نركب بس دي شويه كده على جنب لحد ما نجرب دي. بصوا معانا هو قال 20 وحده جمبري و2 سمكه بلطي ومفروشه على رش ومفروشه تحتها رز صياديه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تمام. وحجم السمكية هي متهيألي نص كيلو، الواحدة نص كيلو. بسم الله، بصوا بسم الله ما شاء الله السمكية عاملة ازاي. السمكية كبيرة. نفتح السلطة ونفتح الشوربة وندوق كل حاجة مع بعض ونشوف ايه الدنيا. وعايزة اقول لكم على حاجة، مفيش مطعم هعمل معاكم ريفيو عنه يعني ده فيه مشكلة من عم بهيج نفسه، هحكي لكم عليها. انا نفسي سمعتها بودني وطلعت عكس كده في المطعم، هحكي لكم الحكايه. بس انا عايزاكم تتاكدوا مفيش مطعم، والله والله احنا في شهر رمضان ومش هحلف كذب، مفيش مطعم هعمل عنه ريفيو او هجرب من عنده حاجه وهطلع اقول لكم حاجه عكس اللي انا يعني. مثلا لو الشوربه دي هي ريحتها حلوه، ريحتها حلوه ما فيهاش لسه اي حاجه، ما اعرفش عنها بس يعني كريحه حلوه، بس لسه ما اعرفش الطعم. لو لقيت فيه مشكله في اي حاجه اعرفوا والله العظيم ولا هحور ولا هجامل اي حد. انا اللي يهمني متابعيني، وقبل متابعيني كمان ان انا راعي ربنا. لو افرض واحده مثلا شافت الصينيه دي وعايزه تروح تعمل عليها عزومه، ومثلا لقينا يعني لقينا الصينيه دي وحشه وعروضها وحشه وطعمها وحش، هقول لكم على فكره والله لا اقول لكم ولا هحور ولا هطبل لاي حد. دي السلطه الخضراء. السلطه اول حاجه ب20 جنيه. اول تعليق عليها ان هي كلها مليانه ميه، الميه اكتر من الخضره. تمام يعني بصوا كلها ميه وكميه صغيره خالص، دي عامله 20 جنيه مليانه ميه. طبعا بيجي حاطط عيش كده في ستريتش ونجرب. انا عايزه اجرب الاول الرز اشوفه. جرب الرز
بصوا بما يرضي الله، احلى رز صياديه جربته من اي مطعم اسماك قبل كده. تمام، يعني النهارده ده احلى رز جربته من بره، يعني من مطاعم بره. الرز مسكر يا بنات بطريقه حلو قوي. نشوف بقى الجمبري. طبعا الجمبري ده مقلي. تمام، هدوق الاول كده وبعد كده بالليمون. جمبري تحفه تحفه. بليمون بقى، سامعين؟ لسه مقرمش. وعايز بصوا كميه الرز بسم الله ما شاء الله، بصوا قد ايه. والصينيه دي اللي هي سيلستين يا بنات، مش ألمونيا، سيلستين. تمام، دي حاجه عجبتني في بهيج الايه. انا حتى شفت منظر الصواني بره، اول حاجه اقولها في حقهم. بس مشكله ليه الناس لو انا مثلا شكرت في حد ان دوت بتقولوا مثلا انت قابضه، انت واخده فلوس، انت عامله اعلان. روحوا بنفسكم. انا رحت راعي بهيج اللي هو في وسط البلد، دخلت نظافه ومش هحلف لحد. روحوا شوفوا بنفسكم نظافه. انتوا داخلين محل سمك، انتوا فاهمين، مطعم سمك، مفيش ريحه. يعني دي لفتت انتباهي. انا من الناس اللي بتقرف جدا، يعني ربنا مش يعني، في ناس لما نفسها بتبقى حلوه دي انا بشوفها نعمه من عند ربنا. انا الحته دي مش عندي، ان انا بقرف يعني. ممكن نفسي يعني لو شميت عند حد ريحتها وحشه انا اقرف ان انا اعمله في بيتنا. انتوا فاهمين قصدي، فاهمين انا بقول لكم ايه. لقيت الصواني دي محطوطه كده في مكان زي هما لسه جايبينها او حاجه، جايبين كميه. شكلها كان نظيف جدا، كان نظيف، مفيش ريحه زفاره. انتوا فاهمين. بس في حاجه ان هناك انتوا عارفين اللي هما شايفه ناس كانوا قدامي عند الكاشير وكده بيشوفوا يعني هم عايزينه ايه، عايزين ايه. لقيت ان هم اللي بيشتغلوا في المطعم بيطوحوا الزباين لبعض. انتوا فاهمين. دي ما عجبتنيش في المطعم. الناس اللي قدامي هم عايزين يستفسروا عن حاجه، خلقهم ضيق شويه. وبرده الحكايه دي في بلبن، بس بلبن بقى اللي هم بأسوأ. انتوا فاهمين، بلبن أسوأ. انا كم مره اقرا كومنتات متابعين بيقولوا ان بلبن بالتعامل بتاعهم وحش خالص. على فكره دي حقيقه. انت بتساليهم السؤال ما بيردوش، ما حصلش معايا انا. انتوا فاهمين. لو انت مثلا هتقولي لهم بقى انا هصور، انا هعمل كده، اتفضلي يا فندم، تعالي يا فندم، نورتي يا فندم كده. انتوا فاهمين اللي هم مش اللي بيتكلموا كويس مع الناس دي. بصراحه الحته دي ما عجبتنيش. تمام، وزي ما قلت لكم علشان الكومنتات اللي بتجيلي، الحاجه اللي هلاقيها وحشه عند حد، انا مش بقيم شخص، انا بقيم مطعم. والله العظيم الرز في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ريحه الصينيه تحفه، ريحته تحفه. طبعا واحده تدخل دلوقتي هتسيب كل الكلام ده وتيجي تقول لي انت قابضه. ماشي، هيزعلك في حاجه؟ هيضايقك مثلا لو ده اعلان او حاجه؟ هيزعلك في حاجه؟ بصوا يعني نحطها. طيب بصوا يا بنات، الرز 100 من 100، مش هقول لكم 95. مش ناقص بهارات، مش ناقص اي حاجه. تاكلي سكر سكر. انا عايزه اقول لكم الجمبري عجبني قوي، والله الجمبري عجبني قوي. الفضه هي صافيه جدا. اكيد دي شوربه جمبري. هندوقها دلوقتي وهنعرف. ريحتها حلوه مش زفره. فعلا شوربه جمبري، بس ناقصه ملح قوي، ما فيهاش اي حاجه، وخفيفه مش تقيله. بصوا مش هقول لكم عنها واو دي جامده، شوربه عاديه خالص، اي واحده في الكون تقدر تعملها عاديه. بس اهم حاجه ان هي نظيفه، ما فيش فيها ريحه زفره. نشوف بقى السمكه. بصوا السمكه بسم الله ما شاء الله، شايفين قد. نشوف بقى اللحم عامل ايه. شايفين اللحم من جوه ابيض ازاي. اهم حاجه كمان عجبتني، كنت والله بقول لماما، بقول لها يا ماما احلى حاجه لحد يعني انا شايله الصينيه لسه ما جربتش الطعم، ان السمك
مفهوش ريحه، مفهوش ريحه. بس في غلطه كبيره هم عملوها اقول لكم عنها برضو. انا بحب اكل. لا طب ندوقها الاول من غير رز. بصوا يا بنات، السمكه في منتهى الجمال. نشوف السلطه اللي مليانه ميه، اللي بتبقى مليانه ميه دي بتبقى سلطه مشويات. لا يا بصوا فيها طماطم وخيار، وده بقدونس وكابوتشا اللي هي اللي لونها موف دي، والدريسنج ده طعمه حلو قوي. حتى فيها ملح، يعني حاطين التوابل بتاعتها مظبوطه. اما ما كنتش يعني لما شفتها قلت دي اي كلام بصراحه، حتى ما رضيتش اجيب منها كتير. دايما فيها مشكله، بخاف من السلطه بتاعه المطاعم، بخاف منها قوي، مش عارفه ما بحبهاش. ما دقتش عند حد سلطه خضراء حلوه. ولو تلاحظوا لما بروح لكم مطعم او حاجه ما بطلبش السلطه، انا ممكن يكون بيعملوها حلوه بس عندي عقده ان انا اكل سلطه من مطعم، انتوا فاهمين. تعالوا بقى نحط كده السلطه، شويه سلطه كده على الرز وندوق بيها نعمل ميكس حلو كده. بصوا السمكه نظيفه جدا، مليانه لحم. انتوا عارفين الصينيه دي عايزه ايه؟ قولوا بقى. عايزه بصل اخضر وشويه جرجير، بجد والله ما توقعتش كده. الجمبري حلو قوي. انتوا كنتوا عارفين، يعني بقول دايما في معتقداتي ان هو مثلا مطعم، حتى كل اللي هناك رجاله، بيجي في دماغي بقول طب مثلا هم هينضفوا الحاجات ازاي دي كويس؟ اكيد مش هتبقى حلوه زي البيت، مش زي حلوه زي اللي احنا بنعملها. بصراحه انا اتصدمت بالطعم. ممكن يكونوا غيروا، يعني ممكن كان في مشكلات انتوا بتقابلوها من المطعم، مثلا زي الشوربه. انا شفت عنها ريفيوهات كتيره قالت دي زفاره. الشوربه حلوه جدا، ما فيهاش ريحه زفاره، خفيفه بس ما فيهاش ملح. الجمبري في منتهى الجمال، منتهى الجمال. طبعا كان كريسبي عن كده، بس طبعا عشان المشوار وكده عقبال ما جيت بصراحه اكيد هيطرى من التغليف. السمكه مسكره مليانه لحم، مليانه. بصوا بصوا مليانه بسم الله ما شاء الله. وانتوا عارفين كمان في حاجه لافته انتباهي، دايما انا ما بحبش اجيب في بيتنا السمك اللي هو يكون كبير قوي. ليه؟ اني بقول اكيد، يعني هو مش اكيد السمك الكبير دايما بيبقى مش مسكر زي الحجم الوسط. اي واحده هتكون شاطره في الاكل هتعرف كويس انا بقول ايه. بنجيب السمكيه اللي هي مثلا قد كده، تبقى اصغر من دي. السمكه دي متبله، بصوا تتبيلتها حلوه. في نفس الوقت انتوا عارفين مش ما فيهاش، انا ما بحبش اللي بيعملوا افتكاسات في السمك. في مطاعم مشهوره بيحطوا الكركم، بيحطوا كاري، وبيعملوا له كفر كده زي البروستد، بيبقى فيه توابل مش اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الكمون الكزبره. دي ما فيهاش الافتكاسات اللي انتوا عارفينها، اللي هي الكاري الكركم، توابل احنا مش عارفينها. حتى مش حاطين فيها توابل السمك، عارفين التوابل الجاهزه بتاعت السمك؟ لا، دي التوابل اللي هي بتاعتنا العاديه، بس بقى زي متبلينها قبلها بوقت او حاجه. السمك على فكره بيتبل، انا قلت لكم عملته معاكم كام مره. السمك قبل ما تعمليه ممكن تتبليه وتحطيه في مصفى وتحتيها طبق وتشيليه في التلاجة من قبلها بيوم، بالثوم بالخل بالحاجات دي، بيبقى تخلي السمكه مسكره. وطبعا هم عاملينها بالراس، انا عندي في البيت بشيل الراس دي، ما بحبش الشكل ده. بس والله بما يرضي الله الصينيه دي تستاهل ان انتوا تجيبوها. ليه المطاعم دلوقتي بقت تقول لنا على سعر في الريفيوهات، ونروح المطعم نلاقي سعر تاني؟ طيب اللي خلاني اجيب الصينيه دي، كنت قاعده فالمهم فتحت عايزه اجيب حاجه، عايزه اجيب اعمل معاكم ريفيو عن مطعم، بس مش عايزه محاشي ومش عايزه مشويات، نفسي اكل سمك، عايزه اعمل سمك. فقلت ايه،
اروح لبهيج، في عليه انتقادات وفي عليه حاجات، وناس تقول كويس وناس تقول وحش وهكذا. وخلينا متفقين على نقطة، ان مفيش شخص العالم كله هيتفق عليه. انتوا فاهمين؟ يعني اكيد حتى لو انتوا في شخص معين ممكن انتي ما تعرفوش، بس مش هتتفقي عليه. ممكن تقولي عنه حاجة حلوة، ممكن تقولي عنه حاجة وحشة من اول ما تشوفيه رغم ان انتي ما تعرفوش. دخلت بقى شفت ريفيو عنه، طلعت لي كام صينيه. الصينيه دي انا اعرف قبل ما يعمل العرض ده كانت ب1100. لقيت عم بهيج بيقول نقول ب1000 ولا ب2000 ولا نقول ب800 حاجه زي كده. راح قال لا هقول ب550. ده في الريفيو. رحت النهارده بقى المطعم، بقول له عايزه صينيه فوسفوريكا شيكابيكا، ما علينا من الاسم بقى والحاجات اللي هم عم طالعين لنا فيها اللقه ومش اللقه. المهم راح قال لي، قلت له الحساب، راح قال لي الصينيه عامله 650. سكت ما اتكلمتش معاه. شفت بقى الريفيو تاني لما وصلت البيت لقيته بيقول 550. طب انتوا ليه قلتوا كده؟ ليه قلتوا كده ونروح المطعم نلاقيها غاليه 100 جنيه؟ ليه؟ والله العظيم زي ما بقول لكم كده، انا رحت عشان دي عامله 550 جنيه. طب انتي شايفه يا غزل ان هي تستاهل 650؟ بصوا طعم، جوده حلوين، كنظافه حلوه جدا. بس انا ما اعتقدش ان شويه الجمبري والسمكتين دول والرز يعملوا 650 جنيه. يعني مثلا لو ده كيلو سمك، احنا عندنا كيلو سمك ب110، تمام، والجمبري ب250. طبعا ده مش كيلو، ده اكيد نص، ماشي. يعني قولي 110، قولي 150 الجمبري، يبقى كام؟ 260. ودول حوالي كيلو رز. يعني بصي انت بتلعبي في الحاجه دي حوالي 350 بالكتير. ففي فرق، في فرق. لما قالوا 550 قلت طبعا عشان في ناس شغاله وعشان لو ايجار محل او حاجه، فالسعر ريفيو ب 550 واروح اجيبها ب 650 مش حلو. بالنسبه لدي خلاص اخد بس شويه شوربه. الصينيه دي بالنسبه لي قولوا، مش عايزه اقول لها 9 من 10 والله العظيم، لان مفيش حاجه ما عجبتنيش. حلوه حلوه. وانا كواحده بفهم في الاكل، كواحده بتعرف تعمل الاكل كويس جدا، بقول لكم الصينيه دي حلوه قوي. وعايزه اقول لكم ان هي تكفي اشخاص، يعني ممكن ثلاثه لو هم، والسمكتين كبار والجمبري وطبق السلطه والليمون تكفي شويه حلوين. هغسل ايدي ونيجي نجرب الالمازيه بقى ونشوف حوار الالمازيه. بصوا بصراحه كان شكلها كان كله كده، بس عشان الطريق اللي هي اتبهدلت وفكت شويه، تمام. كل حاجه هقولها لكم بما يرضي الله. هي اولا مش مليانه مانجا زي ما بيقولوا، هي متروسه مانجا بلبن. لا، هي في ناس قالت ان دي مش مانجا، ان دي قرع، تمام. هما بيقولوا معموله يعني مانجا وكريمه فرنسيه وصوص كريمه وحاجات كده، هندوقها مع بعض، تمام. قالوا ان دي قرع، ان دي مش مانجا. وهم هناك سالتهم هي مانجا، قالوا لي اه ومانجا عويسي. فهدوق المانجا لوحدها علشان طعم الكريمه ما يغطيش عليها ونشوف. ناخد حته كده قطع، هي فيها قطع وفيها مانجا كده. حبيت بصراحه انا جنب بلبن، وحبيت ان انا اجيب حاجه حلوه في البيت. مانجا، دي مش مانجا. شوف، شايفين ده اللي هو السايح ده، دي مانجا. شايفين ده القطعه دي؟ شايفين القطعه دي؟ هي اصلا باينه من شكلها اهي. استحاله دي تكون مانجا، طعمها بعيد البعد كله عن المانجا. مش مانجا. انتوا عارفين ايه اللي بقى مديها طعم المانجا؟ العصير اللي هم حاطينه عليها، الحاجات اللي هي بصوا يا بنات، في قطع كانك بتعملي كنافه بالمانجا، بيبقى فيها قطع وفيها زي اللي هي الحاجات اللي هي السايحه دي. السايحه دي مانجا، القطعه دي ما اعتقدش انها مانجا. هي واخده من طعم المانجا اللي هي المفروض الناعمه اللي فوقيها، بس دي مانجا لا. ندوق كده حته على بعضها ونشوف ايه الدنيا. بصوا من تحت كمان في مانجا. فيها كيكه على فكره، فيها طبقه كيكه، والكيكه فوقيها كريمه، وفي وسطهم مانجا. انتوا فاهمين؟ بجد تحفه تحفه. بس
بس ما عجبتنيش الحركه بتاعت القرع دي. ادي كريمه وفيها كيكه وفيها مانجا، طعمها تحفه. غريبه ان الاختراع ده عجبني. هما لسه متهيألي الألمازية دي نازله بقالها 4 ايام او حاجه زي كده، لسه مش كل الناس جربوها. عايزه اقول لكم جيبوها على ضمانتي، حلوه قوي. بس بصراحه القطعه اللي فوق دي مش مانجا، هي واخده من طعم الصوص المانجا اللي عليها، بس دي مش مانجا شكلها اصلا، يعني او حاسه ان هي فيها قطع مانجا وقطع قرع. انتوا فاهمين؟ بصوا تعالي بصوا، دي هتشوفيها دي مليون% مانجا. بصي بقى دي، وحتى مش نفس الملمس، تحسيها ناشفه. انتوا فاهميني؟ يعني زي خلطين عاملين ميكس ما بين المانجا وبين القرع. حلوه قوي 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 بجد. انا بحب المانجا والكريمه عن الشوكولاته. تمام. كنت عايزه اجرب بصراحه كام حاجه من هناك، بس للاسف الفرع بتاع وسط البلد ده اساليهم على اي حاجه هناك يقولولك مش موجوده. يعني هناك عاملين رنجين للالمازيه دي، واحده ب110 وواحده ب290. فقلت له انا عايزه واحده ب110 لان انا كنت هجيب معاها حاجه تانية. فراحوا قالوا لي اللي ب110 دي لسه اصلا ما نزلتش عندنا، لسه ما عملناش. قلت لها طب انتوا كاتبينها ليه؟ لما هي انا ما عرفتش اسكت بقى، لما في منها صغير انتوا عاملين ليه كاتبين على الشاشات كده 110 ليه؟ فالكبيره دي ثمنها 290 جنيه. بصراحه انا عن نفسي انا مستغليها، طعم حلو، كل حاجه فيها حلوه، بس مزيج ما بين القرع والمانجا. بس هي ماهيش كبيره لدرجه 290 جنيه، هي مش غويطه قوي. انتوا شايفين سمك العلبه؟ هي مش غويطه قوي، يعني حجمها يعني تقولوا 300 جنيه، فانا شايفاها غاليه. دي ممكن تقولوا 180 كده. انا لاحظت ان المطاعم بتنزل الاول ومثلا بلبن او غيره يطلعوا، اول ما يطلعوا بيبقوا عاملين مثلا الكشري من بلبن والهبه والحاجات دي كانت نازله رخيصه، بعد ما بيبداوا يتعرفوا بيغلوا الاسعار. فدي ب 300 جنيه، لا هي غاليه والله، غاليه انها كلها كريمه. بس مش عارفه بقى بصراحه، انا عن نفسي مستغلياها. ده كان فيديو النهارده من بهيج من بلبن. عايزه اقول لكم هنا بالنسبه للسعر يا ريت كان عم بهيج خلاها ب550 زي ما انا شفت ريفيو ورحت على اساس كلمته اللي هو قالها. اما بعد كده كل حاجه كتوابل كملح كجمبري كرز سلطه شوربه، الشوربه ناقصه ملح، السلطه الدريسنج بتاعها تحفه، والطماطم والخيار والخضره اللي فيها فريش. يعني هم قالوا لي، انا سالتهم قلت لهم انتوا بتفتحوا من الساعه كام؟ قالوا لي 10 بس بنسلم اول اوردر الساعه 2، بنفضل شغالين. بلبن سعرها غالي ومش كلها مانجا، هي فيها قرع كمان، بس الطعم حلو. ده كان فيديو النهارده. لو عايزيني اجرب لكم حاجه معينه من مطعم معين اكتبوا لي في الكومنتات، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.